تحياتي لكم احنا ناس عالم، ورجعت لكم بفيديو جديد. لقاء المنتخب العربي العالمي المنتخب المغربي في مواجهة منتخب اسكتلندي. انا بالعادة بتوقع المباريات كلها، ولكن يا اخوان نفسي يزبط لي توقع، مش ظابط لي ولا توقع، فمش راح اتوقع المباراة هاي. فخلينا نشوف اللي راح يصير. اتمنى اداء اسطوري عالمي متعودين عليه من المنتخب المغربي. خلينا نشوف اللي راح يصير، وان شاء الله انك تفرحني بجول والخرب لي المقدمة. خرب لي المقدمة وسجل يا صباري. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. وبالهموني بحب المغرب، بالهموني بحب اسكتلندا. يا ويل اسكتلندا، يا ويلكم يا الاسكتلندية ما فيهاش اوفسايد. من الدقيقة الأولى بنفتتح التسجيل وبنقول يلا بداية خير، بداية خير. ديما مغرب، ديما مغرب. الله 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 الله. وبق علينا هاي. لو انتوا اللي مسجلين أول دقيقة شو بتساوي؟ امشي. ولي كتفرج مع اعصابي. المغرب أول فريق عربي يحرز نتيجة فوز في كأس العالم 2026. المغرب شرف العرب بعد الخسائر الكبيرة التي رأيناها في الأيام السابقة. تعلموا من المغرب، تعلموا من المغرب. ديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب. It's gonna be 1-0. That was my prediction. 1-0. Yelling 2. Woo! Yes! Another one! Another one! Hey, Fernanda! Yes! Let's go! It was a great match. My stomach hurts. I was so stressed out. I was on my last nerve with this match, but we won 1-0. La 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 la. Zin. أسرع هدف في كأس العالم، الهدف الأسرع على الإطلاق. إسماعيل الصباري يسجل الهدف الثاني في المونديال. سعقناهم، ضربناهم، أذيناهم، فاجأناهم، ما منحناهم أي فرصة ليتنفسوا. المغرب تتقدم 1-0 في شباك جن. بسم الله. يا سلام يا سلام على البداية، يا سلام على البداية، يا عفو الله. هدف مكرر من لقاء. مبروك للمنتخب المغربي الحبيب، تحقيق أول انتصار للعرب في بطولة كأس العالم 2026. انتصار كان متوقع،
حقيقة على الورق كنا عارفين انه يعني ان ما فاز المنتخبات العربية في الجولة الأولى فبإذن الله انه المغرب قادر ان يحقق للجميع هذا الانتصار، وكان على خصم عنيد، كان متصدر المجموعة قبل هذه كالعادة. اطمئنان، اسماعيل صباري دخل في قائمة هدافي البطولة بالهدفين اللي عنده، يتفوق عليه فقط ليونيل ميسي بالثلاثة، صح هون اذا انا غلطان، وجوناثان ديفيد صح سجل، للاسف سجل هاتريك على قطر. احنا شعورنا كمغاربه هو نفس شعور جميع العرب، ونتمنى الفوز لاشقائنا العراقيين في مقابلتهم غد ان شاء الله. تسلم، شكرا على مساعدتكم وحبكم لنا. بارك الله انا كذلك. تسلم، ثانك يو سو ماتش. ان شاء الله نستناكم تساندونا يوم مقابلات المغرب مع ليكونس. المغرب واسكتلندا، الماتش اللي كيفكرنا بالاقصاء رغم الربح. في 1998 المغرب كان في نفس المجموعه مع اسكتلندا والبرازيل. اخر ماتش ليه في دور المجموعات كان مع اسكتلندا وربح ب 3-0. بالنسبه لاسكتلندا كان هذا هو اخر ماتش لعبوه في كاس العالم، وسد عليهم باب المونديال مده 28 عام. وبالنسبه للمغرب هو واحد الميموري انك دير اللي عليك وتربح، ولكن النتيجه ماشي بيدك، حيت في الماتش الاخر النرويج سجلت 2 اهداف اخر دقائق ضد البرازيل وربحات 2-1. المغرب ربح الماتش ديالو ولكن تقصى، حيت النتيجه في ملعب اخر بدلت كلشي. كاينين ماتشات كتربحهم في الملعب ديالك ولكن كتخسرهم في بلاصه اخرى. بعض المرات كنديروا جهدنا كامل بشي حاجه، كنخدموا كنسهروا كندمروا كنديروا كاع داكشي اللي علينا، ولكن ما كنتحكموش في النتيجه، كتكون خارجه على الاراده ديالنا بسبب قرارات ناس اخرين، التايمين، الحظ اولا الظروف. and accepting that ما كاينيش انت ضعيف، بالعكس it actually gives you peace، وكتحميك من بزاف ديال الضغط والستريس. دير اللي عليك and win your match، ولكن ما تخليش what you can't control destroy your peace. شحال كتوقع النتيجه ديال هذا الماتش؟ see you in the next one. ciao.